السلام عليكم وصباح الخير للجميع. حاب أقول لكم قصة صارت معي البارح هنا في فندق الفورمنت في القاهرة. القصة إنه لما كنت في المصعد حق الفندق لقيت محفظة نسائية فيها مبلغ من المال وبطاقات، والمبلغ يوصل تقريبا 13 ألف دولار. طبعا عملت اللي ممكن يعمله أي واحد. أخذت المحفظة ورحت عند مدير الأمن حق الفندق وقلت له هذه لقيتها في المصعد. طبعا شكرني شكر مرة حار ولزم علي أشرب القهوة، وزي لي مستغرب إنه أنا أرجع محفظة فيها هذا المبلغ الكبير. طبعا تخيلوا المكافأة، كافئوني في إيش؟ في الليل رجعت غرفتي لقيتهم حاطين لي هدية عند التلفزيون. طبعا هديتهم ما أتوقع أنها تخطر في بال أحد. الآن أصورها لكم تشوفوها وتشوفوا الصدمة اللي أنا انصدمتها. شوفوا هديتهم وشوفوا الصدمة. قزازة ويسكي شيفاز، على أساس أن الشعب السعودي يجي القاهرة يسكر. الله يسامحهم بس. طبعا بعد الهدية الصدمة هذه اتصلت أنا بمدير الفندق وشكرته على الهدية، وقلت له ترى أنا ما أشرب ولله الحمد. تخيلوا إيش قال لي؟ قال لي هذه هدية ما ينفع تردها، وإذا ما كنتش عاوزها أعطيها حد صاحبك. إيش رأيكم آخذ ذنب أحد وأعطيه هذه الخمرة؟ وعشان لا أظلمهم حقيقة أعطوني هدية ثانية عبارة عن إقامة لمدة ليلتين مجانية مع الإفطار خلال سنة. لكن المصيبة هذه وين أوديها؟ فيكم أحد عنده اقتراح فين ودي هذه المصيبة؟ طبعا صعب أعطيها أي أحد آخذ ذنبه. إيش رأيكم أحطها هنا في مكانها الأساسي، وما ينفع أعطيها أي أحد عشان لا أخذ ذنبه؟ مين يأيدني؟ بعض المتابعين يقولون حطها هنا. هذا مكانها الأساسي. بصراحة الريحة تصرع. زين انه مدير الفندق اللي اعطاني اياها ما يتابعني في السناب، ولا كان منعني من الهدية الثانية إقامة ليلتين. تقريبا خلصنا. باقي الخطوة الأخيرة نضغط هذا الشيء.